السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. داوم على تلك الأذكار العشرة وسترى تغييرا كبيرا في حياتك. أيوة رب الكعبة. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. تعالوا نعرف إيه هي الأذكار العشرة التي سوف تحدث تغييرا كبيرا في حياتنا. نعم ورب الكعبة وعن تجربة، مع أننا يجب أن نفعل ذلك كله بيقين فيما عند الله وليس على سبيل التجربة، فالله لا يجرب سبحانه وتعالى. هنقول كل ذكر من اللي هقوله لكم دولت هنقوله 100 مرة، ليس على سبيل التحديد فإن ذلك بدعة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني قصدت إن احنا نداوم على رقم محدود ورقم يكون كبير عشان نشعر بأثر تلك الأذكار بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم واحد، والكلام ده يا ريت نعمله بعد صلاة الفجر، يا ريت يعني بعد صلاة الفجر هنقول أذكار الصباح، ما بتاخدش بفضل الله سبحانه وتعالى وقت كبير، يعني ممكن تاخد 10 دقائق، وبقية الوقت اشغلوا نفسكم بالأذكار اللي هقول لكم عليها ديت بفضل الله، ورب الكعبة لها أثر عظيم جدا وبتحدث تغيير كبير جدا في حياة الإنسان. رقم واحد، إن احنا نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله، لو تفتكروا النبي قال الكلام ده امتى؟ لما كان خارج من عند أمنا جويرية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، وبعدين لقاها قاعدة بتذكر الله عز وجل. خرج من عندها بعد الفجر ورجع لها على وقت الضحى، يعني بعد ما صلى صلاة الضحى، فقال أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فإني قلت من بعدك، خدوا بالكم بقى، فإني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. الله أكبر. قالت فماذا قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده، خدوا بالكم بقى، عدد خلقه. أولا سبحان الله وبحمده لوحدها سبب مغفرة الذنوب، لأن النبي قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني ولو كانت بالمليارات. فتخيلوا بقى لما يكون سبحان الله وبحمده مش 100 مرة، لا ده عدد خلقه، عدد كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن والملائكة والطير والوحوش والهوام والدواب والحشرات، من كل المخلوقات، يبقى عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرش. حد يقدر يتخيل زنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى قد ايه؟ ومداد كلماتي. الله، يبقى نقولها 100 مرة. شوفوا بقى هتحصلوا على ثواب قسما بالله لا يوازيه مليارات المليارات من الحسنات. الله أكبر. يبقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلماتي، ده رقم واحد. رقم 2 هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. هي دي بقى اللي فيها 3 يعني ثمرات ذكرها النبي. ذكر أولا إن ديت اسمها الباقيات الصالحات، أي التي ستبقى لنا بعد موتنا. رقم 2 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الكلام إلى الله. رقم 3 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها تتساقط خطاياه كما يتساقط ورق الشجر. يبقى هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. خدوا بالكم كل حاجة من دولت هتاخد معاكم بالظبط حوالي 7 دقايق، أو يعني بالكتير 10 دقايق. طيب رقم 3 هنقول، ودي مش هتاخد معاكم بقى 5 دقايق، هنقول لا إله إلا أنت. هنقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللي هو دعاء مين؟ دعاء سيدنا يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت. خدوا بالكم ربنا قال ايه لما سيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال بعدها ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تعالوا نكمل آية الأذكار ال10 ولكن بعد الفاصل.
تعالوا حبايبي نكمل بقية الأذكار العشر اللي هنقولها كل يوم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، واللي هيكون لها سبب عظيم جدا في تغيير كل حياتنا. قلنا أول حاجة هنقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي 100 مرة. الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. الثالثة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة. وممكن نستعمل السبحة الإلكترونية بتسهل عليكم أول الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. والنبي أخبر بمجموع الأحاديث أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وغفر له 10 خطيئات ومنحه 10 حسنات ورفعه في الجنة 10 درجات. وفي رواية أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى نصلي على النبي 100 مرة. رقم 5 هنقول 100 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات قدامها 4 جوائز. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني وكلت ربي، ما بقولهاش عند لما بتظلم بس، لا بقولها عامة، لأني وكلت ربي في إدارة كل شؤون حياتي فتكون حياتي كلها على طاعة الله وكلها مليئة ببركة من عند الله. يبقى رقم 5 حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة. رقم 6 نقول وأفوض أمري إلى الله 100 مرة. هنا ربنا يكفيك شر كل ظالم على وجه الأرض، زي ما قال مؤمن آل فرعون قال يعني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال جل وعلا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله. يبقى نقول وأفوض أمري إلى الله 100 مرة. رقم 7 حبايبي هنقول، ودي أصلا موجودة في أذكار الصباح، هنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. اللي يقولها 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب، كأنه اشترى 10 عبيد وأعتقهم لوجه الله. وبعدين يأخذ 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة وتكون حرزا له من الشيطان حتى يمسي لو قالها في أذكار الصباح بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 هنقول سبحان الله وبحمده 100 مرة كما أخبر النبي أن من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رقم 9 بقى ده هيتقال مرة واحدة، اللي هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقولها في يوم الصبحية ويموت في اليوم ده يكون من أهل الجنة، واللي يقولها بالليل ويموت يكون من أهل الجنة. رقم 10 ودي آخر حاجة هنقول ده الذكر ده 3 مرات فقط. يبقى ال8 الأولانيين كل واحدة يتقال 100 مرة، إنما آخر حاجة سيد الاستغفار هنقوله مرة واحدة، وهنقول الذكر اللي هقوله دلوقتي 3 مرات الصبح و3 مرات بعد العصر. هنقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي بيقول من قاله في يوم 3 مرات حين يصبح و3 حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء. ما يصيبكش أبدا ولا يصيبك بلاء مفاجئ أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تلك الأذكار العشرة والله ثم والله من داوم عليها وعن تجربة والله من داوم عليها ستكون سببا في تغيير حياته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هنقولهم بقى في عجالة سريعة. سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي 100 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة. نصلي على النبي 100 مرة. حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة. وأفوض أمري إلى الله 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. سبحان الله وبحمده 100 مرة. سيد الاستغفار مرة الصبح ومرة بالليل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل. أبشروا بكل خير. صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.